كتير في يومكم بتشوفوا إشارات وإيماءات من ناس كتير، منها المعروف ومنها اللي بتبقوا مش فاهمينه. واحنا قررنا نكشف لكم أشهر الإشارات الخاصة بلغة الجسد في حياتنا اليومية. هبدأ كلامي معاكم بإيماءات الراس واللي فيه منها كتير. مثلا لو لقيتوا حد رفع راسه لفوق وسط جدال أو مناقشة، فهو هنا هياخد رد فعل محايد أو موقفه بيدل على الحياد. لكن خلوا بالكم، لو اللي قدامكم رفع راسه فوق ودقنه لقدام، فده العكس تماما. هنا يبقى حاسس بالغرور أو التعالي، لا وكمان ممكن تدل على العدوانية ناحيتك. كمان لو حد وطى راسه ودقنه لتحت وبص ليك بقوة، ده بيدل على العدوانية. كمان توطية الراس من العلامات السلبية اللي بيكون فيها الشخص حاسس بإحباط أو كآبة أو فشل. حتى عشان كده زمان في المدرسة كانوا بيقولولنا كله يرفع راسه لفوق في الشرح. أما بقى اللي بيبقى راسه مستقيمة ده بيبقى حاسس بالقوة والثقة، وده الوضع اللي بتشجعكم تعملوه دايما وفي أي مكان، وإنكم تبصوا دايما في عيون اللي قدامكم وهو بيتكلم. وبس، ما تنسوش تعملوا لايك وشير على الفيسبوك وسبسكرايب للقناة على اليوتيوب عشان تكونوا أول ناس تشوف الجديد.